البنطلون ده بدل ما اقلعهولك. الله، تقلعش البنطلون. عمري ما هقلعه. انا بقى ساعتها كنت في بيتنا لما هي هنا كانت بتت ايه بتت ايه؟ بيتت ايه؟ بيتت ايه؟ انا سمعت صح، ما سمعتش غلط. وقسما بالله ده مشهد ما ينفعش ان هو يعدي كده بالساهل. ده برومو الفيلم جديد لسه هينزل السوق. احنا عندنا بنات، عندنا اخوات، عندنا شباب، عندنا اطفال، عندنا مجتمع، عندنا مصر لازم نخاف عليها. دي كلها ايحاءات. قسما بالله انا لما شفت البرومو ده اتأكدت ان هما ما عندهمش فن يبيعوه، ما عندهمش حاجة يقدموها غير انهم يقدموا ايحاءات للشباب وللجيل اللي طالع. انتوا بتقدموا ايه؟ قسما بالله دي كلها مؤامرة عشان كل الجيل اللي طالع يمشي يقول نفس الايحاءات دي كلها. ما تستغربوش بقى لما تلاقوا عيالكم ماشيين في البيت بيقولوا الايحاءات دي كده عادي. ما هو ليه؟ من اللي بيسمعوه ده بيدسوا السم في العسل. عايزين كل الشباب وكل الجيل اللي طالع يمشي يقول الكلام ده عادي وكأن مفيش مشكلة، وخصوصا البنات. انا جنبي هنا مدرسة اعدادي، ثانوي، كلية، جنبي هنا 3 مدارس. عايزة اقول لكم ان انا بسمع البنات وهم خارجين بيقولوا كلام افظع كلام. اللي هيقول لي انت مكبره الموضوع قوي، لا مش مكبره الموضوع. انتوا ما عندكوش غيره، ما عندكوش حياء، ما تعلمتوش يعني ايه حياء البنت وحياء الست وحياء انثى. انا كان والدي الله يرحمه كان معلمني ان امشي في الشارع كنت اعد الحصى اللي في الارض طول ما انا ماشيه. لما كان استاذ يعني مجرد بس ان هو يقول لي برافو عليكي او شاطره كان وشي ده كله يحمر من كتر الخجل. ده كان اسمه حياء. وانا متاكده ان كل الجيل اللي كان طالع معايا الحمد لله متربيين وعارفين يعني ايه حياء. لكن دي طالعه في الفيلم بتقول بتت ايه بتت ايه بتت ايه. ما حدش يقول لي ان انا نيتي وحشه. هيقولوا لي ما تسيئيش الظن، ما انت لسه ما دخلتيش الفيلم وما شفتيش. ما احنا مش هنخش السينما اصلا من النهارده. الناس تقاطع سينما هتقاطع كل القرف ده كله. انا مش هدخل سينما. المفروض كل راجل محترم عنده بنت، عنده زوجة، عنده اخت، يفرض عليهم ان هو ممنوع يدخلوا السينما. لازم الناس دي تتعاقب. يعني الناس اللي زي دي مش بتتحاسب ليه؟ اشرف زكي فين من ده كله؟ ولا انتوا شاطرين بس تيجوا على البنت اللي اسمها سوزي لما قالت الكلمة اتحبست واتسجنت وغرامة، وسايبين الناس دي ليه؟ شاكر محظور والناس دي انا ما بنكرش الناس دي كان عندها غلط، بس انتوا بتيجوا ليه على الفئة دي؟ طب وبالنسبة بقى لدول، بالنسبة لدول بتلعبوا مثلا بالايحاءات. هتقولي لي اصل هي اسماء جلال قصدها يعني بتاكل او لا، اسماء جلال اكتر واحدة بتتعب في الافلام الفترة اللي فاتت وانتوا فاهميني طبعا. لان اسماء جلال بصوا كده، بصوا الاول كده. حاسه ان انت ممكن في اي لحظه تمد ايدك جوه بنطلونك وتطلع السكينه اللي هما بيقولوا عليها دي. ده ايه؟ فهموني ده ايه؟ ايه حكاية اسماء جلال بقى؟ انا عايزة افهم ايه حكايتها. كل الفترة اللي فاتت دي ما وراهاش غير الايحاءات والمناظر زي ما انتوا شايفين كده، وتلعب بالايحاءات. قسما بالله ده كله مخطط عشان يبوظوا بقية الجيل اللي طالع. قال يعني هو الجيل ما باظ؟ هو كده كده الحمد لله الجيل باظ عليه العوض ومنه العوض، بس نلحق الباقي بقى. في لسه في فئة من الناس كده محترمين شالوا على الراس، بيربوا اولادهم، حفظوهم قرآن، لسه على التربية بتاعت زمان. ايوه لسه في ناس كده على فكرة. نساعدهم بقى ان احنا نحافظ على الشوية الباقيين. انا بقول لكم ان انا جنبي هنا مجمع مدارس وكلية، فبشوف البنات بتكلم بعض بطريقة والله العظيم ما شافوا بربع جنيه رباية. ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ يعني ما نجيش نشتكي بقى بسبب المجاري اللي طفحت علينا بسبب السينما. لا عاد في سينما نظيفة، ولا عاد في حاجة يقدموها اصلا، ولا عاد في عندهم حاجة ان هم يبيعوها. هو بقى كل اللي عندهم بيقدموا ايحاءات للشباب. هم بيستهدفوا الفئة دي، الجيل اللي طالع. وبعد كده بقى الفترة اللي جاية ما هو هياخدونا بالتدرج تدريجي كده، ايحاءات، مشاهد، بعد كده بقى المجاري بقى اللي هتطفح علينا اللي هي الشواذ.
في المسلسلات والافلام لحد ما يبقى الموضوع عندنا عادي. يعني انتوا لو رجعتوا كده زمان كنت هتلاقوا لما مشهد بيجي في الافلام بتاعت ابيض واسود زمان، فيلم مثلا خارج، كنت هتلاقوا مثلا الناس تتكلم او العيال يغموا عينيهم او مش عارفه ايه. لكن دلوقتي بقى عادي، بقى عادي. دلوقتي لما يدسلك السم في العسل ويقدم لك بقى ايحاء او مشهد لاتنين شواذ مع بعض، الفتره الجايه بقى بالنسبه لهم عادي والله. وابتدوا يكتروا، مش عارفه يعني احنا الكوكب ده رايح على فين. ايوه بقيت اشوف ناس في الشارع، والله العظيم انا لسه شايفه واحد شاب، انا زعلت ان هو واحد زي ده وماشي بالطريقه دي، بقيت مستغربه متنحه. انا واحده من الناس عايزه اولادي نعدي بيهم لبر الامان. يعني انا مش هجري وراهم نغمي عينيهم من قدام موبايل او من قدام شاشه او قدام لاب. انا يعني مهما كان انا مش هعرف احاول ده كله. بس طبعا انا زي طبعا لسه في فئه محترمه عايزه تربي عيالها، فساعدونا ان احنا نوقف المهزله دي. الناس اللي هتقول لي انت ضد الفن، انت ضد مش عارفه ايه، وهيخشوا اكيد يشتموني على الخاص. انا مش ضد الفن يا جماعه، انا مش ضد الفن. واللي هيقول لي كده على فكره يبقى انتوا ما عندكوش غيره، ما عندكوش حياء، ما عندكوش رجوله، ما عندكوش دم، ما عندكوش ستات وامهات في البيت خافوا عليهم. يعني انا مثلا لو انا او غيري قاعدين والاسره كده وقاعدين بنتفرج على فيلم زي ده وجي مشهد زي ده وهي بتقول بتت ايه اللي هيجي في دماغ بنتي وابني ساعتها؟ ايه هقول لهم ايه ساعتها؟ دي لازم تتحاسب، الناس دي لازم تتعاقب. انت يا اشرف يا زكي انت فين من ده كله؟ هو مش الرئيس قال لكم احترموا نفسكم وقدموا سينما نظيفه وفن نظيف؟ ما تحترموا نفسكم بقى، يعني الحقوا الباقي وقدموا سينما نظيفه. ولا انتوا ما عادش عندكم اصلا حاجه تقدموها؟ ولو انا بتكلم غلط قولوا لي انا بتكلم غلط، قولوا لي انا مكبره الموضوع. بس انا مش مكبره الموضوع على فكره، الموضوع معصبني ومضايقني جدا، وحاسه ان انا دماغي هتنفجر من ساعه ما شفت البرومو ده. انا عارفه ان ده مش محتوايا وان انا قصص واحكي لكم قصه وحكايه، ما هو ده برده من ضمن الحكايه وضمن القصص، وان دي حاجه ما ينفعش ان احنا نسكت عليها ونعديها كده عادي. لا ده شكلنا، ولا ده بيعبر عن هويتنا، ولا بيمثلوا المصريين، ولا بيمثلونا بأي شيء. بالعكس انتوا بتسوقوا سمعة المصريين. احترموا نفسكم. بعد المتحف المصري وبعد اللي اتعمل ده المفروض تراقبوا كده المسلسلات والأفلام وتحاولوا تحسنوا شكلنا قدام الناس. واللهم بلغت اللهم فاشهد. ما تنسوش بقى تقولوا لي رأيكم في التعليقات. سلام.